ازيكم يا شباب؟ إيه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير وكله تمام. هنبدا نحل مع بعض امتحانات كتاب المعاصر فاينل ريفيجن، المراجعات النهائيه بريب 2. عايزك تركز، تحاول تحل لوحدك الاول، بعد كده تتفرج عليا واحنا هنحاول نشرح الاجابات بنحلها كده ليه. تمام، يلا بينا. اول سؤال بيقولك choose the correct answer. all the following are exothermic process. مستر احنا قلنا اصلا يعني ايه اكزوثيرميك بروسيس؟ احنا خدنا عمليتين، اندوثيرميك واكزوثيرميك. كانت الاكزوثيرميك بروسيس ريليز الهيت تو سراوندنج، بتخسر الطاقه بتاعتها، الحراره بتاعتها للسراوندنج. لكن اندوثيرميك هي ابزورب هيت فروم السراوندنج. تمام زي الفل. سبليميشن، احنا قلنا يعني ايه سبليميشن؟ افتكر معايا، اس سبليميشن كونفرت فروم سوليد تو جاز على طول، مش بيعدي على الليكويد. لكن فريزنج كان ايه؟ كان من ليكويد لسوليد، فعشان كده فريزنج مش هينفع. يبقى سبليميشن معايا اجابه صحيحه. كوندنسيشن اتكثف، هي نفس فكره الفريزنج، ما ينفعش. بريسبتيشن ترسيب مش هينفع، برضو مش هيحصل فيها ايه؟ خساره طاقه. يبقى هي الوحيده اللي صح معايا سبليميشن. تمام زي الفل. تاني سؤال بيقول لك ايس تانج هاز ايه؟ الايس تانج، مثال الايس تانج ده كان على الاكزامبل سهله جدا. فاكر الايس تانج كان اكزامبل عند السيرد كلاس ليفر في الرافع. في حاجه صعبه؟ ما فيش اي حاجه صعبه. تمام. تاني سؤال بيقول لك واتس مينت باي نت فورس. طبعا عشان مفيش اماكن اكتب فانا هقول لك الخلاصه بتاعتها وانت ايه اكتب معايا ولا لك بصوت واضح. واتس مينت باي نت فورس، فاكر نت فورس يعني ايه؟ قلت لك نت، افتكر النت دي ايه؟ نت كل حاجه. قلت لك ايه النت بتاعنا؟ افتكرها كده، النت بتاعنا لما انت بتخش على النت بيبقى فيه كل حاجه انت عايزها. هي دي برضو نت فورس، يبقى كل الفورس توتال فورس ان ماجنتيود اند دايركشن. توتال فورس ان ماجنتيود اند دايركشن اللي جايه منين؟ resulting from the effect of a group of force on an object، لكل القوه اللي بتاثر على الجسم. تمام، نتيجة اللي جاية من كل قوة اللي بتأثر على الجسم. زي الفل زي الفل كده النت فورس. تمام. تاني حاجة اللو اوف كونسرفيشن اوف انرجي، قانون حفظ الطاقة. قلت لك الطاقة لا تفنى ولا تتجدد، مش بتخلص ولا بتتجدد. امال ايه يا مستر؟ هي بتتحول من حالة لحالة. يعني ايه لا تفنى؟ energy is neither created nor destroyed. neither created nor destroyed. but ايه تتحول؟ يعني ايه transformed but can be transformed from one form to another، بتتحول من حالة لحالة. زي الفل. 3 بيقول لك what's meant by sexual reproduction. كنا حافظينها، قلنا sexual reproduction دي عملية حيوية vital process، عايزة تو بيرنت ولا سنجل؟ لا يا مستر، sexual هي اللي كانت عايزة سنجل، لكن السيكشوال ريبرودكشن كانت عايزه تو بيرنت. ففايتال بروسيس which التو بيرنت individual لازم يكونوا نفس السلاله. ما ينفعش قرد يخلف قطه، ما ينفعش. يبقى same species one male other female هيعملوا ايه؟ produce new individual to protect from extinction، عشان يحموهم من الانقراض. يبقى هي تاني إيه لو بتكتب ورايا vital process which two parent individual of the same species من نفس السلالة one male and other female هيعملوا ايه؟ produce new individual، هيتشاركوا participate to produce new individual to protect from extinction، عشان يحموها من الانقراض. زي الفل كده sexual reproduction. تمام. رابع حاجة بيقول لك what's meant by atmospheric pressure. atmospheric pressure كنت بقول لك الضغط الجوي، افتكرها atmospheric pressure الضغط الجوي. atmosphere اتنفس هواء، فهو وزن عمود الهواء ال weight of air column في حتة معينة with across section area. تمام. واللينس بتاعه طوله بتاعه بيساوي ايه؟ قال لك and اللينس بتاعه equal to the height of atmosphere، لارتفاع الاتموسفير، او to the top of atmosphere، هي لغايه ايه top of atmosphere. تمام. atmospheric pressure weight of air column in cross section area and a length equal to the height of atmosphere. زي الفل زي الفل يا مستر. يلا نخش في اللي بعده. right or wrong the following statement، صح ولا غلط؟ بيقول لك ال calorific value of hydrogen foil is the highest compared to other type. صح يا مستر، احنا قلنا الكالوري بتاعة الهيدروجين فويل دي أعلى طاقة بالنسبة لباقي أنواع الوقود، يبقى إجابة صحيحة. تاني سؤال بيقول لك second class liver are used in precious and dangerous task. في السكند كلاس ليفر بنستخدمه في المهمات الخطر، المهمات الصعبة.
قلت لك لا، ده الثيرد كلاس ليفر مش السكند، ده الثيرد كلاس ليفر، تبقى الاجابه دي ايه؟ غلط. وبدل سكند نقول له ايه؟ نقول له ده الثيرد كلاس ليفر، الثيرد مش السكند. زي الفل، زي الفل يا مستر. يلا السؤال اللي بعده بيقول لك what happen when heating hydrated copper sulfate salt according to the color change. لما تسخن كوبر سلفيت مبلل هيدريت، قلت لك يعني ايه؟ يعني في ميه لما تسخنه. هو بيقول لك بالنسبه بس للون، احنا كنا حافظين اللون بتاعه ايه. هو يا مستر وهو هيدريتد اللون بتاعه بلو. طب لما تعمل له هيدريتد هيتنج بقى هيدريتد، لما تسخنه هيتحول ايه؟ لوايت. يبقى الكالر تشينج فروم بلو تو وايت. يبقى الهيتنج هيدريت كوبر سلفيت فروم بلو تو وايت. يبقى الاجابه لو بتكتب ورايا اتس كالر تشينج فروم بلو تو وايت. زي الفل. تاني سؤال بيقول لك الافكت on a body moving at constant velocity. تأثير على الجسم اللي بيتحرك بسرعة ثابتة with a net force equal 0. قال لك وانا بتحرك بسرعة ثابتة effect of body moving at constant velocity net force equal 0. مفيش قوة هتأثر عليك بتغير، ده not force equal 0. يعني نفس الفورس. فاكر قلت لك النت فورس بزيرو، يعني مثلا بنعمل لهم ماينس تطلع هي. او ممكن تعتبر ان مفيش حاجه بتاثر عليك اصلا. طب ما دام يا مستر انا مفيش حاجه بتاثر عليا، يبقى انا هفضل اتحرك بنفس السرعه. يبقى continuous move at the same constant velocity. هفضل استمر في الحركه بنفس السرعه. يبقى effect on body at constant velocity انت اثرت على جسم بسرعه ثابته يبقى هيستمر في الحركة بنفس السرعة continuous move at the same constant velocity. زي الفل، زي الفل كده. أول سؤال تمام، تاني سؤال تمام. تالت سؤال بيقول لك what happen when division of a somatic cell by mitosis. ميتوزز. فاكر ميتوزز كنت بقول لك بتجيب توأم وكمان دي somatic cell. فال 2N بيطلع لك ايه؟ produce 2N و 2N اللي هما ايه؟ identical to the parent cell. يبقى ال 2 new daughter cell اللي هما 2N produce identical the parent cell. تمام. زي الفل يا مستر. دي برضو لذيذة وراجعناها في مراجعة شهر ابريل بالتفصيل. تمام. السؤال الرابع بيقول لك altitude above sea level، الارتفاع فوق سطح البحر. كل ما نرتفع فوق سطح البحر كل ما نطلع فوق نعلى فوق، ايه اللي بيحصل لتمبريتشر؟ تمبريتشر ديكريز. يبقى الاجابه تمبريتشر ديكريز. بس كلمتين. تمام. دي صغيره نكتبها تمبريتشر ديكريز. زي الفل. السؤال اللي بعده بيقول لك the molecular formula of quicklime is not while the molecular formula of slaked lime is not. تمام. فاكر لما قلت لك خليك عارف ان الكويك لايم ده اللي هو جاي من الحجر الجيري لما حطيت له تمبريتشر عالية، يعني حملت الكالسيوم كربونات حطيت له تمبريتشر فتحول لكالسيوم اوكسايد. يبقى الكويك لايم ده يبقى ايه؟ اللي هو الجير بس بقى ايه لما حطيت له ميه. قلت لك بالعربي بيسموها الجير الحي، بقى ناشط بقى اكتف. فده كالسيوم اوكسايد سي اي، نهار ابيض، سي اي او. تمام. زي الفل. while the molecular formula of slaked lime ده ايه بقى؟ ده مطفأ اتحط عليه ميه. ما دام عليه ميه يبقى ايه؟ كالسيوم هيدروكسيد CaOH2 تمام. يبقى الكويك لايم CaO، لكن السليكد لايم اهي CaOH2. جاي يعلق دلوقتي؟ لا مش وقتك خالص. تمام. CaOH2 باين اعتقد يعني، بس انت اكتب CaOH2. زي الفل، زي الفل. شيل بقى الكلام ده.
عشان ايه خبت السؤال اللي تحتيه. لا 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 بس خلاص كفايه. الميل جاميت in animal are not and in plant are not. قلت لك الميل جاميت ده الحاجة اللي بتخرج، الجاميت اللي بيخرج من الأورجان، اللي بيخرج من الجونتس. الميل جاميت اللي كان في الانيمال، الميل جاميت اللي كان في الانيمال كان اسمه سبيرم، لكن في البلانت انا قلت وهي الهيومن سبيرم، لكن في البلانت يبقى بولين جرين. افتكرها كده، بلانت بولين جرين. ده البولين جرين اللي بيخرج من الانسر اللي هو بتاع الميل اللي في الفلاور، البولين جرين. تمام، اللي هو اللقاح. زي الفل زي الفل. يبقى هنا بتكون سبيرم، يا ابني اكتب عدل بقى يا ابني. وهنا بتكون ايه؟ بولين جرين. تمام، بولين جرين. آخر سؤال بيقول لك answer the following question. How can we benefit from understanding oxidation and reduction reaction in food preservation? ازاي how can we benefit نستفاد ونفهم الاكسيديشن والرياكشن اوكسيديشن اند ريدكشن رياكشن في حفظ الاكل؟ ها افتكر معايا كده كنا بنعمل ايه؟ ها قول انت. قول لك الاكل بنعمله ايه؟ بنعمله evacuated، نحفظه. عارف انت الاكل المجمد بيحطوه في كيس مفرغ من الهواء، evacuated، مفرغ من الهواء، evacuated the air. ليه بقى؟ عشان يبقى فيه اوكسجين قليله to provide له اوكسجين، فيقلل ايه؟ يقلل الاكسيديشن بتاعته and reduction reaction، فيؤدي الى lead to spoiling of food، يحفظ الاكل. يبقى اول ما تشوف كلمه oxidation reduction في الفود preservation اهم حاجه نكتب له by evacuating the air to provide low oxygen، to provide low oxygen، نفرغه من الهواء، نفرغه من الهواء lead to spoiling of food. زي الفل زي الفل. تاني سؤال بيقول لك calculate the acceleration at which a car move with a mass of 1000 kilogram 1000 kilogram if its engine force 1300 نيوتن assuming neglect of other acting force. ده كان عايز ايه؟ عايز الاكسلريشن. قلتلك اكسلريشن كان في مثلث على طول بعمله، فاكر ايه هو؟ يا مستر كنت بعمل اكسلريشن، الاكسلريشن بيساوي الاف اللي هي الفورس على الماس، الاكسلريشن فورس على الماس. فانا عايز الاكسلريشن هقسم الفورس على الماس، يبقى اقسم ايه؟ فين الفورس؟ خلي بالك الفورس اللي هي التانية مش الاولى. الفورس اللي هي 1300 نيوتن على ال 1000 يديك الاجابة 1.3 متر بير سكند سكوير، متر بير سكند سكوير. تمام زي الفل. يبقى الاجابة بتاعت دي 1.3. 1.3 ماشي. اخر سؤالين في اول بيج في الامتحان ده بيقول لك mention one example of a naked flower. ها دي كانت حفظ. النيكد فلاور، النيكد فلاور يا مستر دي الويلو فلاور. نيكد فلاور قلت لك رقبتك ويلو، رقبتك ويلو. افتكرها بقى، رقبتك ولا رقبتك ويلو، المهم تفتكرها. نيكد فلاور، النيكد فلاور يبقى الويلو فلاور. رابع سؤال بيقول لك mention one use for the claw hammer. ها الشاكوش كان بيعمل استخدامه ايه؟ يا مستر ده بيضاعف القوة. الهامر وانا بضرب اكيد لما اضرب بالشاكوش القوة بتبقى عالية جدا، يبقى الداوبلينج هيعمل داوبلينج ذا فورس. امتى؟ when removing a nail fixed in a wooden board، لما ايه؟ اثبت المسمار في wooden board، يبقى الداوبلينج ذا فورس، داوبلينج ذا فورس. في حساب لغاية دلوقتي؟ لا زي الفل. ماشي نخش في اللي بعده. اللي ما تلاقي الصفحة اللي بعدها اهي، الصفحة اللي بعدها. يلا يا كبير. write the scientific term of each of the following statements. اكتب، هو مديك تعريف وعايزك ايه؟ تكتب الحاجة دي. refrigerator coolant liquid. ها
كان ايه ريفريجريتور كولنت؟ ليكويد. الليكويد ده اسمه ايه؟ قلت لك افتكر الليكويد اللي في التلاجة هو الليكويد الايه اللي في التكييف. يقول لك عايزين نشحن التكييف ايه؟ فريون. يبقى الفريون بس خلاص. بس بالظبط الساينتفك نيم بتاعه كان اسمه ايكو فريندلي فريون عشان ده صديق للبيئة. ايكو فريندلي فريون. تمام. تاني سؤال بيقول لك overall instantaneous condition of the atmosphere at a certain place and time. احنا كتبناش بس هنا ثانية واحدة نكتب. اوه لا تعمل ايه؟ قلنا هنا في فريون كده احسن. وهنا في ايه؟ the overall instantaneous condition of atmospheric at certain place and time. قال لك ايه؟ certain time في وقت محدد. اول لما بتشوف انت الاتموسفيريك بريشر ده بتفتكر حاجتين، يا اما ويزر يا اما كلايميت. طب يا مستر هل ده ويزر ولا كلايميت؟ قلت لك خلي بالك الويزر هو اللي كان في وقت محدد، لكن الكلايميت ده كان لونج بيريد اوف تايم، ده كان عند ايه؟ صيف وشتاء عايز مناخ، لكن ويزر عايز طقس معين في وقت محدد، يبقى ده ايه؟ ده ويزر. زي الفل زي الفل. تاني حاجة بيقول لك answer the equation show below each of the following shape. مديك اشكال وبيقول لك جاوب الاسئله ايه اللي تحت كل سؤال. اول جراف بيقول لك ركز في الجراف ده كده، بص ركز في الجراف ده كده. بيقول لك which type of chemical reaction، عايز نوع الرياكشن. يا مستر ده الرياكشن هنا هيبقى يا اندوثيرميك يا اكزوثيرميك، عشان الجراف ده حاجه من الاثنين. طب انا اعرف منين؟ قلت لك الاندوثيرميك الرياكتنت اعلى من البرودكت. طب فين الرياكتنت يا مستر؟ قلت لك السهم ده هو الرياكتنت والسهم ده هو البرودكت. صح صح يا مستر. طب انا في الاندوثيرميك، طب ازاي اعرف اعلى واقل؟ قلت لك الجراف ده بيبقى عنده زيرو، ده عند زيرو، فده كل ما بطلع 1 2 3 4 5 6 كل ما بطلع يبقى عالي، يبقى الرياكتنت هنا اعلى. ما دام الرياكتنت اعلى يبقى ده ايه؟ يبقى ده هنا اكزوثيرميك، عشان قلت لك في الاندوثيرميك بيكون الرياكتنت اقل من البرودكت، البرودكت هو اللي اعلى. اشرحها لك بالتفصيل تعالى. قلت لك الاندوثيرميك هو امتص energy from the surrounding، absorb الانرجي from the surrounding. بعد ما امتص يبقى البرودكت الناتج اللي طالع من التفاعل هيكون ايه؟ اعلى. ف ده كده الاندوثيرميك. لكن الجراف ده اكزوثيرميك، عشان الاكزوثيرميك بيعمل ايه؟ بيعمل ريليز. هو بيقول لك with explain، يبقى because the amount of energy released so ايه بقى؟ البرودكت molecule is greater than the amount of absorbed energy when breaking bond in reactant molecule. تمام زي الفل. فيها صعبة زي الفل. تاني شيء بيقول لك identify the type of this liver with explanation. فاكر الهيد؟ قلت لك الهيد راسي فوق اول حاجة. فيرست ولا سكند ولا سيرد؟ اول حاجة فيرست. نراجع بسرعة. قلت لك رجلي كانت سكند، ليج سكند. طب ارم دراعاتك سيرد، برافو عليك. يبقى الهيد فيرست كلاس ليفر. ليه في ريزون؟ علشان ايه اللي في النص؟ شايف المثلث فين اهو؟ ايه اللي في النص؟ بس نشيل الحاجات دي. كان الفيركرم هو اللي في النص، برافو عليك. تمام ماشي زي الفل. كان الفيركرم هو اللي في النص. يبقى because the amount of released في الجراف اللي قبله. because amount of released في الجراف اللي قبله. احنا دلوقتي في الهيد، انا بصور لكم بعد اليوم وبعد الشغل وبعد كل حاجة، فركز معايا. first class liver because the fulcrum located between the effort and the load. زي الفل زي الفل. تمام يا معلم يا ابني بقى يا حبيبي. ماشي. تالت shape what's the sex of this flower. ايه نوع الوردة دي؟ what's the sex يعني عايز ده ميل ولا ده فيميل ولا ده، يعني ايه بالظبط دنيته؟ تعال اقول لك تعرفها ازاي يا معلم. بص كده الوردة دي فيها ايه؟ تعال نشوفها مع بعض. مستر دي هنا فيها اول حاجة كيلكس، وفيها فوق اللي باين انسروفيلامنت. طب مش الانسروفيلامنت ده تبع كان اندوريسيا ميل فلاور؟ يا مستر. طب يا مستر انا اتلخبطت، انا مش عارف ان دي اندرو عشان ما عرفتش ايه دول. قلت لك افتكر اول لما تشوف حاجه هنا مدوره يبقى دي الاوفري، لو لقيت الاوفري يبقى ده فيميل. هنا مفيش
اوفري يبقى ده ميل، يبقى ده ميل بس. لكن لو في الاتنين مع بعض يبقى ايه؟ ميل اوف ميل، يبقى باي سيكشوال اللي هي هرمافرودايت. لكن ما دام هنا دي عندها ميل بس، عندها ميل بس، مفيش الحاجات اللي انا حطيتها دي، عندها ميل بس، يبقى يوني سيكشوال ميل فلاور بيكوز كونتين اونلي ميل جاميد. زي الفل زي الفل. اخر حاجه بيقول لك what's the name of this technique. الجهاز اللي كان بيقيس الحراره والضغط الجوي كان على اسم صاحبي ستيفنسون سكرين. contain a device that measure temperature and pressure and humidity. تمام زي الفل زي الفل. عايزك تكون رجعت معايا، انا بحاول اشرح لك الاسئله اهم من ان انا اكتب، علشان انت غالبا بتبقى معاك الانسر بس عايز لك حد يشرح لك. تمام. لو مش موجود في جروب الواتساب انزل دلوقتي خش على البايو، خش معانا في الجروب عشان ببعت عليها مراجعات مهمة جدا. انا مستر مارسلينو وجود باي.